طيب بذمتكم وانا راضيه ذمتكم، في حد بيعمل محشي في نص الليل؟ في حد بيطلب منه محشي في نص الليل ويقوم يعمله الا انا؟ مين بالله عليكم؟ مين؟ مين بيطلب منها محشي في نص الليل وهي ما عملتش حاجه خالص فيه ولازم تعمله دلوقتي بالليل؟ عارفين يعني ايه بالليل؟ اه والله العظيم دلوقتي. شايفين اهو؟ تعالوا بقى شوفوا. وحلتين، عايزين حلتين محشي، حلتين كبار، مش عايزين محشي كده وخلاص، مش عايزين شويه كده ولا نفسهم في دقيقه صغنونه كده، لا ده عايزين حلتين، حلتين كده. شايفين؟ طيب لما كنتش مخزنه الحاجات دي كنت عملت ايه؟ بصوا بقى، عندي كرنبتين اهي، كرنب اهي بالخضره بتاعتها اهي، نهار ابيض تقيله، تقيله موت. بصوا بيرقوا قد ايه اهي، ما شاء الله. دي قدرتها تمام، وخضرتها. لا بس من الفلوس اللي بره ده، بس جوه جميله وحلوه طازه. تمام، احنا هنا فلاحين وعندنا كل حاجه موجوده يعني، لو في نص الليل بنلاقي الحاجه موجوده. تمام، بس اللي مش موجود ايه بقى يا جماعه، واللي مش هتلاقيه بالليل ومش هتلاقيه في اي وقت؟ البط. وعايزين بط، عايزين 2 بط، حلتين محشي وبطتين. طب اعمل ايه؟ قولوا لي. طب لما كنتش بقى مربيه بط ومخزنه والحاجات دي كلها عندي، كنت عملت ايه في الوقت ده؟ تعالوا، عندي بطتين هنا اهو، بصوا لسه مطلعاهم من الفريزر دلوقتي اهو. دخلت الفريزر وطلعت منه بطتين، نطلع البطتين مع بعض اهو، اوريكم اهو. نفتح البطتين بتاعتنا، الكيس مش هيتفتح جامد عشان شلته منه. بصوا يا حبايبي، ده البط اللي انا منضفاه معاكم، دبحاه ومنضفاه. 20 بطه يا جماعه، 20 بطه منضفاهم ودبحاهم ومنضفاهم وحطاهم زي ما انتم شايفين كده في الفريزر. شايفين الجمال؟ شايفين؟ انا كنت ذبحت معاكم كميه والكميه الثانيه ما صورتهاش معاكم اهي، ولسه عندي شويه كمان هصورها. والثانيه اهي. عايزين بط وعايزين محشي في نص الليل يتعمل دلوقتي احنا داخلين على الساعه 12، داخلين على الساعه 12 بالليل دلوقتي، ولازم اعمل حلتين محشي واطبخ بطتين، بطه دي والبطه دي. تمام اهو. كمان معاها بقى الراس بتاعتها اهي، والحاجات بتاعتها طلعتها كمان فكيتها اهو. بصوا يا حبايبي اهو، بطتين اهو. هعمل بطتين وكرنبتين، حلتين محشي، بس حلتين محشي كبار كده. ليه بقى تعملي يا صافي كرنبتين وحلتين محشي وبطتين وفي نص الليل مغصوبه ليه؟ لان جوزي يا جماعه بقاله فتره في العاشر يعني شغال بره، وعاوز ياخد ياكل ويوكل اصحابه. شايفين؟ ياكل ويوكل اصحابه. انا لو ست تانية هقول لك يا عم كل اي حاجه بقى من عندك وخلاص، مش لازم يعني بط ومحشي، بس انا لازم ادوقهم، انا لازم ادوقهم، ما اقولش لا طبعا. يعني حد يطلب مني حاجه قال لي عشان الناس اللي معايا نفسهم ياكلوا المحشي بتاعك يا صافي، وايه رايك تعملي حلتين محشي؟ قلت عيوني اتنين، ما اقدرش اتاخر، ولو في نص اللي اعملهم. وانا بنت عسوله زي ما انتم عارفين، واقدر اعمل اي حاجه في اي وقت. انتوا عارفين ولا مش عارفين انا بنت عسوله؟ انا بنت عسوله يا جماعه، واعمل حلتين محشي واعمل بطين والله العظيم حبايبي اقسم بالله هعملهم بالليل. هعمل بطتين وهعمل حلتين محشي بالليل دلوقتي احنا داخلين على الساعه كام؟ داخلين على الساعه 12، على الساعه 12. هو عايز بقى ياخدهم معاه الفجر، عايز ياخدهم معاه الفجر. هقعد بقى السله كده واعمل فيهم بقى واظبطهم تظبيط حلو. عندي ايه كمان جاهز؟ عندي الطماطم يا جماعه اللي انا مفرزاها معاكم في الفريزر اهي. بصوا طلعت 3 اكياس عشان ايه؟ كرنب كتير فلازم اعمل 3 اكياس طماطم عشان يكفوا الكرنب بتاعي. تمام يا حبايبي. هنزل بقى بالبط بتاعي ينتقع في الميه شويه لحد ما اسلق المحشي. تمام. وحطيت ميه هنا غلت اهي علشان ايه؟ انزل المحشي بيه. وعندي الخضره يا جماعه، كانت الخضره الرابطه قد كده ب5 جنيه، دلوقتي قد ايه يا جماعه؟ شوفوا قد ايه. شايفين العز اللي احنا فيه يا جماعه دلوقتي؟ الشتاء ده عز، الشتاء ده عز يا جماعه، فصل الشتاء ده عز، عز عز في الخضار والبسله والحاجات الجميله كلها. خزناها يا ولاد، خزنوا يا جماعه، خزنوا الحاجات الخضراء الجميله دي. بصوا
اتنين دول ب10 جنيه. اتنين دول ب10 جنيه. والكرنبتين الحلوين القوي دولت اللي قد كده، ده قد كده، قد كده. ايوه يا جماعه قد كده، امال ايه؟ بصوا والله العظيم ما قادره اشيلها. ب50 جنيه، الاثنين ب50 جنيه. لو في الصيف او في وقت تاني هجيب الواحده لوحدها بس ب50 جنيه. انا جايبه الاثنين يا جماعه ب50 جنيه. يلا بقى نفتح بقى ونظبط نفسنا. نقطع لا خلي بقى الحلو ده لنفسه بقى على نفسه. نجيب السكينه بتاعتنا بقى الجميله ونقطع ايه؟ نقطع الكرنب بتاعنا. ما تبهدلوش. بس يا جماعه انا بحب الكرنب بالذات يكون طازه، واقدر اعمله في نص الليل، اقسم بالله في نص الليل اعمله بس يكون طازه. ما بحبش الكرنب المتخزن، ما بحسش بطعم. اقطع الكرنبه احافظ على الوزه بتاعت الكرنبه. الوزه يا جماعه لازم انا بقطع الكرنبه احافظ على الوزه بتاعت الكرنبه، الوزه اللي جوه دي، لاني بحشيها رز كده وبحبها كده. خلاص كمان حته بقى عشان ما نبهدلش الكرنبه خالص. اهي يا جماعه دي بس كده اهي، ما نطلعش الوزه بتاعتها. تمام. والكرنبه يعمل ازاي؟ بصوا يا جماعه، شيلوا معايا يا ولاد. مين هيساعدني في المحشي؟ مين تيجي تساعدني تحشي معايا؟ مين فاضي دلوقتي وتقدر تيجي تحشي معايا شويه؟ تعالي احشي معايا يا ولاد. انا الحله بتاعتي مش هاخد الكرنبه كلها، فانا هنزل بالورق بتاعي كده اهو معاكم. ننزل سلق بقى، هو طازه فهنسلق ايه؟ مش هياخد وقت في السلقيه. بصوا مش انا ما بحبش الكرنب الدبلان يا وليه، انا بحب الكرنب الطازه كده، بحب يكون طازه ويتعمل طازه. ما بحبش بقى اسلق بالليل والكلام ده كله، لا ده انا هسلق واحشي واعمل كل حاجه وهطبخ كمان دلوقتي. هجيب صينيه بقى واوضح معاكم ايه الخضره بتاعتي. اي حاجه صفرة فيها، اي حاجه وحشه اشيلها. تمام. بحب انضفها كده من اي حاجه صفرة فيها. شايفين يا ولاد؟ شايفين الجمال؟ الله. انا عايزه اجيب شويه من انا خزنت كل حاجه يا ولاد، خزنت سبانخ، خزنت بسله، خزنت طماطم، خزنت فراخ لرمضان، خزنت بط، خزنت حاجات كتير. اللبن لما بيتوفر عندي لبن بخزنه في الفريزر للظروف اللي زي كده، يعني حصل اي حاجه في بالليل عايزين اي حاجه بعملها لهم، بطلع اللبن من الفريزر. اللبن لازم بقى وانا بقطع الكرنبه احافظ على الوزه بتاعت الكرنبه. الوزه يا جماعه لازم انا وانا بقطع الكرنبه احافظ على الوزه بتاعت الكرنبه، الوزه اللي جوه دي، لاني بحشيها رز كده وبحبها كده. خلاص كمان حته بقى عشان ما نبهدلش الكرنبه خالص. اهي يا جماعه دي بس كده اهي، ما نطلعش الوزه بتاعتها. تمام. والكرنبه يعمل ازاي؟ بصوا يا جماعه، شيلوا معايا يا ولاد. مين هيساعدني في المحشي؟ مين تيجي تساعدني تحشي معايا؟ مين فاضي دلوقتي وتقدر تيجي تحشي معايا شويه؟ تعالي احشي معايا يا ولاد. انا الحله بتاعتي مش هاخد الكرنبه كلها، فانا هنزل بالورق بتاعي كده اهو معاكم. ننزل سلق بقى، هو طازه فهنسلق ايه؟ مش هياخد وقت في السلقيه. بصوا مش انا ما بحبش الكرنب الدبلان يا وليه، انا بحب الكرنب الطازه كده، بحب يكون طازه ويتعمل طازه. ما بحبش بقى اسلق بالليل والكلام ده كله، لا ده انا هسلق واحشي واعمل كل حاجه وهطبخ كمان دلوقتي. هجيب صينيه بقى واوضح معاكم ايه الخضره بتاعتي. اي حاجه صفرة فيها، اي حاجه وحشه اشيلها. تمام. بحب انضفها كده من اي حاجه صفرة فيها. شايفين يا ولاد؟ شايفين الجمال؟ الله. انا عايزه اجيب شويه من انا خزنت كل حاجه يا ولاد، خزنت سبانخ، خزنت بسله، خزنت طماطم، خزنت فراخ لرمضان، خزنت بط، خزنت حاجات كتير. اللبن لما بيتوفر عندي لبن بخزنه في الفريزر للظروف اللي زي كده، يعني حصل اي حاجه في بالليل عايزين اي حاجه بعملها لهم، بطلع اللبن من الفريزر. اللبن بصوا يا جماعه، نضفت الخضره بتاعتي خالص وخليتها زي الفل معاكم اهي. هي مش صفرا بس الكاميرا جايباها كده. بصوا
هي خضرة وجميلة وزي الفل. بصوا معايا اهي. خلي بالكم من الصورة عشان تفتكروا الأيام دي اللي فيها الخضرة كتير أوي كده. بصوا قد إيه؟ قد إيه خضرة ب10 جنيه؟ كنا بنجيب رابطة قد كده. بقت تتكلم عنها. الرابطة قد إيه يا جماعة؟ عودين ب5 جنيه، عودين ب5 جنيه، شايفين قد إيه ب10 جنيه؟ أهو. افتكروا الأيام الجميلة دي. تمام. وكده هنركنها بقى على جنب. خلاص خلصنا الخضرة بتاعتنا. نبدأ بقى نغسلها ونركنها على جنب كده. تمام. تعالوا بقى الورق بتاعنا الجميل اللي زي الفل ده. انا مجهزه هنا طبق اهو عشان اطلع فيه، عشان الكرنب طازه فبيتقطع بسرعه، فلازم ايه ان انا اطلع بسرعه، ما ياخدش معايا وقت في السلقيه. يعني ايه؟ يعني يتسلق بسرعه. نزلنا شويه اهي يا بنات. كده خلصنا واحده. في يا جماعه بتاخد وقت في السلقيه كبيره. قد ايه؟ كبيره قوي اهي. كله بيساوي يا ولاد، يعني هياكل منه واحد في الشغل معاهم، هياكل منه زمايلهم الولاد الشغالين. بصوا يعني انا بفرح والله العظيم لما حد بيطلب مني حاجه اعملها له، يعني ما بتفرقش معايا بقى بالليل بالنهار في اي وقت اعملها عادي، مفيش عندي اي مشكله. ماشي. وربنا يسترها، ما يقوليش تعالي معايا واقعدي معايا هناك. هتيجوا معايا يا جماعه هناك؟ لو انا رحت العشاء هتيجوا معايا؟ يمكن الله اعلم، يمكن نروح العشاء. بس انا بعمل كده للاكل والحاجات دي، ولسه ما اعرفش ايه اللي هيحصل بقى. طلع بقى الورق بتاعنا. شايفين؟ صغيرة. نجيب دي بقى لوحدها. خلاص هنا هجهز ايه كمية البصل بتاعي. نقشره. بصي بقى دايما ما تقطعيش البصله من هنا دي. بصي يا حبايبي، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في التعليقات. بالله عليكم بتصلوا على الرسول، بالله عليكم صلوا على النبي في التعليقات. بصوا بقى يا حبايبي، هنا البصل بتاعي خلاص قشرته خلاص، البصل الاحمر الجميل ده. وبصوا انا ما بقطعش الحته اللي ورا دي ليه يا بنات؟ علشان بتفضل ماسكه البصله وتيجي تخرطيها بايدك. لو هتخرطيها على ايدك يعني زي ما انا هخرطها على ايدي كده، لان الكبه بتاعتي بايظه مش عارفه سكتت ليه مره واحده، فانا مضطره اعيط شويه. ما هو لازم اخرط بصل معاكم. هخرط كميه البصل دي كلها دلوقتي. تعالوا بس نشوف ايه الورق بتاعنا على النار. لحظه واحده بس. خلاص قربنا نخلص كده. هبدا اخرط بقى البصل معاكم. ادوني بقى، لان انا ايه، انا متعوده اصلا على تخيط البصل على ايدي، بس الكبه بقى لما جت فايه الواحد يرتاح. وعلى فكره انا بحب البصل ناعم يا ولاد، ما بحبوش خشن. بحب خرط البصل. عيط. قولي بتعيطي ليه يا ماما؟ البصل ده مع انه حر كده يا ولاد وبيتعب العيون، بس ايه يعني هو بيشفي العيون والله. حلو قوي لتخليط حلو قوي للعين.
وبعد ما خلصت البصل بتاعي خلاص خلطته وغسلت ايدي خلاص. بصوا البصل الجميل ده هنركنه على جنب كده، ونبدا ايه ناخد الخضره بتاعتنا على ايدي برضه، مش على اي حاجه تانية اهو. بحب برضه اخدها ناعمه. مش هتحكم اكتر كده. صلى على رسول يا ولاد عليه الصلاه والسلام. ومفيش حاجه تعطلك. يعني الواحد خلاص يعني ما تفرقش بالليل بالنهار. انت زي العسكري لازم اكون جاهزه في اي وقت، وانت اي ست بيت كده يعني لازم تكون جاهزه في اي وقت. يعني ما اقدرش اقول لا انا مش عامله، ما اعرفش اقول اصلا يعني مش حكايه مش قادره، مش هقدر اقول لا، انا ما اعرفش اقول ان انا مش عامله. انا اتعودت لما حد يطلب مني حاجه اعملها والله العظيم يعني. جوزي ما يطلب مني حاجه اقول حاضر واعملها. بس يا ربي بقى الواحد بيلاقي الحاجات اللي هو بيعملها ديت والحمد لله على كل حاجه. ان انت تعملي كل حاجه كده في الليل بالنهار تبقي مطيعه يعني. والله واحد مطيع والله العظيم الحمد لله. انا بحب اخد الخضره على ايدي كده يا بنات. بحب ان انا اخدها بنفسي، مش بحب اخدها في كبه ولا الكلام ده كله. بحب اخدها على ايدي انا. بعرف ان انا عملت ايه وبعرف انعمها المستوى اللي انا عايزاه. شايفين؟ بصوا اهي ناعمه وجميله اهي يا ولاد. وبكمل لسه الخضره اهي كمان معاكم كده. خلاص خلصنا، عملنا طبق مليان ورق. لسه بس هحط تسبيكه. الخضره كده خلصت والبصل كمان معانا. وهننزل بقى البصل في الحله بتاعتنا هنا اهي. فيها شويه من الزيت يختار كده الزيت. هنبدا بقى نعمل ايه. هننزل بقى الطماطم والبصل تسخن كده. ننزل البصل معانا وهنا معانا كمية الكرنب بتاعنا. شايفين قد اللي يحشي بقى، اللي يحشي بقى نقعد بقى نحشي عظمة. خلاص هننزل بيها والله حرارة نقعد عليها. هنا بقى ايه مع الخضرة هنا جهزتها ومع البصل اللي هنا في الايه. كل البصل كبيرة الطماطم بتاعتنا طبقت خلاص اهي معانا. هننزل بيها بقى على الايه على البصل خالص والزيت. كده مع السمن كده وهنا يا حبايبي التسبيكه بتاعتي خلاص اتسبكت. شوفوا شايفين التسبيكه الجميله دي؟ شايفين الشكشكه بتشكشك ازاي؟ وحله الشوربه خلاص فارت معانا وحطينا فيها الحاجات بهارات بتاعتنا اهي. البصل والورق اللورا والفلفل الاسمر والبهارات الجميله وواحده طماطم وواحده من الجزر حطيتها في قلبها. وحشيت البط كده زي ما انتم شايفين وحطيته في الحله. بصوا بقى الحله دي يا بنات جميله جميله جميله. تاخد لها كده بطاطين كده وهي مرتاحه ومية مية. واهم حاجه يا ولاد بحشي الزور كده بعمله زي الحمامه كده. يا سلام يا سلام عليه بيبقى يجنن طعمه بيكون تحفه اقسم بالله. وشايفين الجمال؟ وكده خلاص هسقط كل حاجه يا ولاد في الحله. شايفين؟ وخلاص كده وخلصنا بقى من التسبيكه بتاعت المحشي وخلصنا من البط حطيناه في الحله كده. والزور بقى اسده بشوكه او بسده بمعلقه صغيره. وكده خلاص عملنا كل حاجه. وهنا يا حبايبي كميه الرز بتاعتنا جاهزه معاكم اهي. هننزل ايه عليها بالحاجات بتاعتنا اللي احنا جاهزينها. بس يا مال بس يا مال. بصوا يا حبايبي هننزل بالخضره بتاعتنا
كميه خضره رهيبه. بس طبعا مش هياخد على فكره، طبقنا ده مش هياخد الحاجات بتاعتنا كلها. هنشيل شويه ولو عوزنا نحط تاني. بس يا كوكو شويه من ايه المجنون انتوا قاعدين ليه هنا؟ بس خلاص كده خلاص اهو معانا. نقلب بقى كل التلات دي مع بعض ونبدا نحشي ونرجع لكم تاني. تمام يا حبايبي حلوين. هنقلب بقى بعيد عن الكلام ان دي مش هتاخد الورق بتاعنا، الرز بتاعنا كتير مش هتاخد. ننزل عليه بقى بكميه رهيبه من الزيت كده خلاص. بصوا نزيد حطينا كل حاجه، نبدا نظبط حاجتنا بقى وشويه ده. واخيرا يا حبايبي خلصت المحشي بتاعي. حشيت حلتين محشي يا ولاد. الساعه 1:30 بالليل كنت بحشي في المحشي، اقسم بالله حاجه كده ايه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بصوا انا لما طلب مني المحشي انا ما قدرتش اقول لا، لان انا ما اقدرش اقول لا لاي حد يطلب مني طلب يا جماعه. وعملت لهم حلتين محشي بقى تحفه، حلتين محشي وبطتين. والبط ده والمحشي ده هيسافروا على العاشر يا ولاد، هيسافروا على العاشر للجماعه هناك. كنت عايزه اخد حله محشي واخد بطه، بس قلت لا خليهم بقى ياكلوا ويتهنوا كده ويفرحوا بالمحشي بتاعي الجميل اللي ياخد العقل ده. شايفين السمينه بتاعه البط يا جماعه؟ شايفين الشوربه سمينه ازاي وجميله ازاي؟ وربنا ما في احلى من ان انت تربي حاجتك في بيتك كده، بتبقى قمر طعمه وجميله وطعمها ياخد العقل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على حلتين المحشي دول. بصوا بقى يا ولاد، عملت حلتين محشي في نص الليل والله العظيم يا ولاد، في نص الليل. وسويت البطتين اهو، البطتين استووا، هدخلهم الفرن ياخدوا وش كده ويتحمروا يطلعوا ايه، يطلعوا كده بقرمش وقرمشه. بصوا بقى. وعندي حله محشي تانية، عملت الحلتين المحشي يا ولاد. سقيت حلتين محشي وحطيتهم على النار، والمحشي عمال يبوخ يبوخ. يا نهار ابيض يا نهار، واخد قلبي معايا يا جماعه، واخد قلبي معايا. الفجر يا ولاد، الفجر هيأذن وانا بسوي في المحشي، لسه الفجر ما أذنش. يعني انا قبل الفجر كده بسويه عشان ياخدوا معاه ويمشي الساعه 5 الصبح، ياخد المحشي ده معاه ويسافر على العاشر. للانفار الناس اللي هناك عايزين ياكلوا محشي، قالوا خلي مراتك تعمل لنا حلتين محشي كده. قلت عيوني الاثنين، انا ما اقدرش اقول لا لاي حد يطلب مني حاجه يا جماعه، والله العظيم يعني الحمد لله. وربنا الله المستعان ان انا عملت حلتين المحشي دولت بعد الساعه 12 يا جماعه. كنت بحشي الساعه 1:30 بالليل، ولا دقيت الملوخيه دي يا ولاد عملتها بالشوربه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض. وبطتين بقى، حط لايك بقى المحشي الجميل ده اللي مسافر، وقولوا بالف هنا وشفا. وللي هياكله ينزل على قلبه يا رب بالهنا والشفا والسرور. حطوا لايك يا حبايبي وشيروا الفيديو علشان يوصلكم كل جديد.